العشري، وده فيديو جديد من جسر الأمل. اللي بيحصل اليومين دول مش طبيعي. مية بتغرق أراضي وبيوت، أثرت على الفلاحين، عمرهم راح في لحظة. بس بتسأل هو ده فيضان طبيعي ولا حد لعب في المية؟ اللي جاي مش كلام عشوائي، ده تحليل واقعي من قلب البلد. اللي حصل فعلا من كام يوم بدأنا نسمع عن فيضانات في كذا محافظة. المية دخلت الأراضي غلط وغطت على محاصيل، والناس مش مصدقة اللي بيحصل. لكن اغلب الناس مش واخد باله من ان في نفس التوقيت اثيوبيا كانت بتعمل تصريف مية من سد النهضة، ودي اللي خلى منسوب النيل يعلى فجأة بالشكل اللي شفناه. يعني ببساطة المية اللي كانت محبوسة ورا السد اتفتحت علينا مرة واحدة، كأن حد رفع الغطاء عن قدرة مية بتغلي وبترتفع بمنسوب عالي. اثيوبيا ما قالتش رسمي انها صرفت المية، بس الصور الجوية والبيانات اوضحت، ومصر كالعادة طلعت تتعامل بالعجل، ما تسرعتش وما دخلتش في مهاترات. لكن في نفس الوقت بعتت رسالة للعالم كله اللي بيحصل مش صدفة ومصر مش ساكتة. ايه اللي بيحصل على ارض الواقع؟ على ارض الواقع مصر شغالة في خطة تضخم التحكم في المية. السد العالي شغال بكفاءة ومركز الرصد في كل محافظة شغالة 24 ساعة. الري المصري بيتابع كل نقطة مية داخلة وخارجة. لكن لازم نفهم حاجة مهمة. اللي حصل ده مش خطر على مصر بس، ده انذار مبكر للعالم كله ان سد النهضة مش لعبة. لما دولة تصرف مليارات على سد وتفتح او تقفل المية بمزاجها، يبقى مش بس بتتحكم في النهر دي، ده بتتحكم في مصير الشعوب. ومصر هنا بتقول للعالم احنا مش ضد التنمية، لكن مش على حساب حياة الناس. وده الكلام اللي اتقال في كل مفاوضات وكل جلسة دولية وكل تصريح رسمي. مصر ما بتدورش على مشاكل، لكن برضه مش هتقبل ان حد يستخدم المية كسلاح. وده اللي خلى العالم كله يشوف ان اللي حصل في الفيضان مش مجرد مطر، دي رسالة سياسية. تحليل الموقف، خلينا نحلل بالعجل شوية. اثيوبيا بتحاول تقول انها قادرة وان السد تحت سيطرتها، بس الحقيقة انهم نفسهم مش عارفين يتحكموا فيه بشكل كامل. تصريف المياه المفاجئ ضر نفسهم قبل ما يضر غيرهم. يعني اللعبة اللي بيحاولوا يلعبوها ممكن تترد عليهم. اما مصر فهي ماشية بسياسة النفس الطويل، مفيش تهور ومفيش تصريحات نارية، بس في الخلفية في تحرك ذكي جدا، تحالفات، علاقات، دعم من دول أفريقية كبيرة بدأت تشوف إن مصر عندها حق. وده أكبر مكسب سياسي ممكن تحققه
مصر دلوقتي، لان لما تكسب احترام القارة كلها يبقى السد اللي ضدك بيتحول من ورقة ضغط الى قنبلة في وش صاحبه. الرسالة للشعب المصري: مصر عمرها ما كانت ضعيفة ولا عمرها سكتت لما حد يحاول يجرب من النيل. اللي بيحصل ده اختبار جديد، ومصر دايما بتنجح في الاختبارات الصعبة اللي من النوع ده. يمكن اللي بيحصل بيخوف، بس الحقيقة انه كمان بيكشف معدن البلد دي. الفلاح اللي الارض بتاعته غرقت عنده هيقوم تاني وهيزرع، والدولة اللي اتعلمت من كل أزمة هتتعامل بحكمة. احنا بلد ربنا حافظها، وشعبها جدع، وجيشها صاحي، وكل أزمة بتخلي مصر أقوى وأوعى. في النهاية اللي أنا عايز أقوله: الفيضان مش بس مية، دي تنبيه من ربنا ورسالة سياسية في نفس الوقت. سد النهضة مش نهاية المعركة، دي مجرد صفحة جديدة في قصة صمود بلد اسمها مصر. اللي فاهم التاريخ يعرف ان النيل عمره ما غاب عن مصر، لكن اللي ينسى التاريخ ممكن يغرق في اول مواجهة. خلي عندك امل ووعي وايمان ان اللي جاي احسن، وطول ما مصر فيها ناس واعية زيكم محدش هيقدر يغلبها ابدا. انا احمد العشري، وده كان صوتي من جسر الامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.